كشف موقع ترانسفير ماركت العالمي عن تطور مفاجئ بشأن احتمالية انتقال الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق بشكتاش التركي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ووفقا للموقع العالمي فإن نسبة احتمالية انتقال جاكسون موليكا إلى النادي الأهلي ارتفعت من 40% إلى 58% آخر 4 أيام. ولو كلنا كنا افتكرنا كان طلع المسؤول عن نادي بشكتاش ونفى الحكاية وقال إن موليكا مش للبيع، وإن موليكا اللي عايز يشتريه يدفع 8 مليون يورو. وطبعا عارفين إن في الشرق الأوسط صعب قوي إن أنت تدفع 8 مليون في لاعب، فكانوا يعني الكلام بيقول إن الصفقة كانت شبه توقفت المفاوضات. لكن اللي بيحصل في اليومين اللي فاتوا ومع التصريح اللي قاله اللي خرج من النادي الاهلي ان الاهلي رفع سقف المفاوضات للمهاجم الاجنبي الى 3 مليون او 3 مليون ونص دولار او يورو، يديك الافضليه انك تفتكر ان الاهلي فعلا حاطط موليكا ده قدامه. احنا عملنا ريفيوهات لكذا لاعب، لكن اللاعب ده بالذات يا جماعه هو اكتر لاعب الاهلي لو هيجيبه هيفرق جدا في المنظومه كلها، لان احنا كلنا شفناه مع مازيمبي كان غول، ولعب معاهم في دوري ابطال كان جايب 7 اهداف وجاب معاهم اهداف كتير جدا، وطريقته في اللعب مختلفه شويه عن كل اللعيبه اللي احنا في الكام يوم اللي فاتوا عملنا عليهم ريفيوهات، اللي هو لعيب الصندوق التسعه الصرف ده اللي هو هجام وقوي وبيلعب بدماغه بس ومحطة والجو ده. موليكا شخصية مختلفة عن النوعية دي من اللعيبة، لعيب حريف، طريقته في إحراز الأهداف مختلفة. لو جينا على أرقامه مع مازيمبي قلت لكم لعب حوالي 31 مباراة تألق فيهم، جاب 14 جون وصنع 4. وبرضه لما لعب في ستاندر لييج البلجيكي لعب 54 مباراة سجل 15 هدف وصنع 4 كمان. ومع قاسم باشا جاب 12 هدف وصنع 5 في 14 لقاء. ارقامه مع بشكتاش التركي يمكن اقل شويه، لعب الموسم ده 16 لقاء بمختلف المسابقات، سجل 5 وصنع هدف، ساهم في 6 اهداف خلال 785 دقيقه، واخر 9 مباريات شارك خلالهم لم يسجل وصنع هدف وحيد فقط. النسخه بتاع بشكتاش دي تعتبر النسخه الاسوأ لموليكا. موليكا لاعب يعني من اللعيبه اللي انت تحب يكونوا موجودين في فريقك. مولود في 3 اكتوبر 99، طوله 180 سم، بيلعب في مركز الهجوم ويقدر يلعب في مركز الجناح اليمين والشمال. طبعا عنده 30 سنه، لاعب صغير، هو من كونغو، بيلعب بيمينه القدم الاساسيه. لعيب طريقته وستايله في اللعب بيحسسوك ان انت قدام لعيب مهاري جدا، عنده حلول كتيرة جدا، ودي حكاية توصل لك احساس ان صفقة كبيرة للاهلي وانت محتاج جدا 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 مهاجم كبير. على فكرة انا من كام ثانية كده او دقيقة بالظبط قلت ان هو عنده 30 سنة، ما اعرفش قلت 30 سنة دي منين، هو 23 سنة، يعني مش معقول 30 سنة ولاعيب صغير، يعني عنده 23 سنة. ودي حاجة تبين لك ان دي صفقة لو جت وعملت معاه عقد ب4 أو 5 سنين. اللعيب ده دي اهدافه مع مازيمبي. اللعيب ده جونه في الزمالك تقريبا، الجون ده جاب جونين في المباراة دي تقريبا. لعيب هيفرق معايا جدا، بس اتمنى ان انا اقدر اخلصه بمبلغ ما يزيدش عن ال3 مليون ده، لان برضو اللي عرفته ان هو راتبه بياخد مليون دولار كراتب، واحنا عندنا في الاهلي سقف رواتب، فمش عايزين نعمل لنفسنا مشاكل على الفاضي ونبوظ اوضه اللبس. بس في كل الحالات انا محتاج ان انا اخلص صفقه من النوع ده مع الاهلي. محتاج ان اشوف لعيب عنده الثقه دي، بيقدر اول ما يدخل جوه ال 18 اي لاعب تاني هيخلصها وممكن تضرب في رجل الحارس، لكن ده هدوء الدنيا فيه وبيفنش بشكل استثنائي. وانا دايما بكلمكم ان المهاجم الحياه عودتنا او الكره عودتنا ان المهاجمين بطبيعتهم لعيبه ما همش حريفه. الوحيد اللي بوظ عقول الناس كلها هو الظاهره رونالدو،
لما جه في الفتره اللي هو خلى الناس تتفرج على راس حربه بيرقص حارس المرمى كوبري، يعني دي حاجات كده يعني ايه كانت بتاعه رونالدو بس. لكن في نوعيه من المهاجمين لما بيكون عندهم سنس المهاره بيسهل على نفسه قوي. بص التوقيفه دي وبوش رجله خارجي هو يقع بعبالها كده، بيتحرك في ظهر الخصوم، بيستلم استلام 10 على 10 الكره حتى وهي بتروح بيخلص. هو خلص حتى بالشمال كمان، كنت فاكر بوش رجله الخارجي. اللي بيلعب هيدرز كويس، طوله مناسب 180 سم طول مناسب. اللعيب ده بجد اتمنى ان الاهلي يخلصوا ويخلونا نخلص بقى من الدوشه بتاعت راس الحربه. عقبال كده يا رب ما نخلص بالرمضان. واتمنى من الجماعه زمايلنا اخواننا التوانسه يظبطوا لنا بقى الصفقه دي. عايزين حد في نص الملعب بالكواليتي بتاع بالرمضان ده، حاجه هتفرق معانا جدا. بيقولوا ان الصفقه بتاعت موليكا بنسبه كبيره جدا جدا في الرتوش بتاعتها الاخيره، وانا اتمنى انها فعلا تكون بتخلص ونخلص بقى من دوشه راس الحربه والمهاجم، عشان احنا ندخل كاس العالم للانديه. عندنا لاعبتنا كتير بدات تستعيد. بالله عليك يا ابني حلو قوي الفينش ده. لعيبه كتير فضلت تستعيد، رجعت تستعيد مستواها. والاهلي السكواد بتاعه كده كده سنه سنه بدا يتظبط. يجي معاك راس حربه جامد زي ده، ويجي معاك واحد زي كريستو ياخد الجناح، وحسين الشحات بنفس القوه. هنبدا نحس ان الاهلي بيستعيد سنه سنه كده السكواد القوي. هسيبكم بقى تكملوا الفيديو مع مهارات واهداف موليكا، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. تتمنوا الصفقه دي للاهلي تتم ولا ايه رايكم بالظبط؟